قف عندك يا رجل. من أنت أيها الغريب؟ ويحك أيها الرجل، أهبت منك؟ ألا تعرفني؟ إنني لا أعرفك. من أي قبيلة أنت؟ أنا عنترة العبسي. عنترة بن شداد؟ ولكن عنترة كان أسود اللون. عديها، الإنتاج ضعيف. عديها، الإنتاج ضعيف، مفيش لون أسود. ولكن عنترة كان يا عم أنا ما أعرفش شكل أمه كان عامل إزاي، وبعدين أنت تعمل لي فيها طارق الشناوي، إنجز. حسنا، وماذا تريد يا عنترة؟ ألم تسمع الشعر الذي قلته البارحة؟ أي شعر يا رجل؟ إن لك أشعارا كثيرة حيث أنك أشعر العرب. انظر إلى شعرك الذي يشبه وجه دبور. على رسامة أهلك. لا تكن سخيفا يا رجل واسمع. حسنا، أسمعني يا عنترة. يا عبل أين من المنية مهربي، إذا كان ربي في السماء قضاها، وكتيبة لبستها بكتيبة، شهباء باسلة يخاف رداها. أي شيء قلت يا رجل؟ ربي في السماء؟ أجل، وأغض طرفي عن جارتي حتى. انتظر يا رجل، عندك لطف في عقلك؟ دع عنك أمر الجارة وقل لي ما أمر ربي في السماء؟ ألست تعبد الأصنام؟ لا يا عم، أصنام أنت تتدروش، استغفر الله العظيم. ويحك يا رجل، ما لك تتحدث كالمصريين؟ ألست من بني عبس؟ أجل، إنني من بني عبس لجنب محلة خلف. ولكن قل لي، ما الذي يزعجك؟ أليس الله في السماء؟ إنني لا أعرف، ولكنني سمعت شيخ القبيلة الشيخ ابن حسني يقول إنه ليس في السماء، وهو لديه فولورز كثيرون، ولا شك أنه يفهم أكثر منك. أهو قال ذلك؟ أجل. استغفر الله العظيم. في يوم من الأيام جه دكتور في الجامعة وعمل تجربة قدام الطلبة بتوعه. التجربة دي كانت عبارة عن إنه جاب لهم سكر ومية، حط السكر في قلب المية وفضل يدوب فيه لحد ما السكر اختفى تماما. وبعدين سألهم، قال لهم أين السكر؟ قالوا له في كل الماء. قال لهم هكذا الله. طبعا هو يقصد إن ربنا في كل مكان في الكون ده. فهل الكلام ده صح؟ وهل أي حد ممكن يقول لنا أي معلومة عن ربنا نقبلها لمجرد إن الكلام ماشي شوية مع عقلنا؟ وهل العقل ده أصلا ممكن نعتمد عليه في تحليل المعلومات اللي بتجيلنا، وخاصة لو كانت المعلومات دي معلومات غيبية؟ كتير من الناس لما بيتسأل أين الله بيجاوب بالإجابة البسيطة اللي أغلب الناس بتقولها، ربنا في كل مكان. ولكن هل الإجابة دي صح؟ الحقيقة إن الإجابة دي لها وجهين، وجه منهم صح ووجه منهم غلط. فلو كان اللي بيقول كده يقصد إن ربنا في كل مكان بعلمه، فده طبعا صح. ربنا عز وجل بيقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وطبعا الآية دي بتفسر الآية التانية اللي بتقول: وهو معكم أينما كنتم، نفس التفسير عشان محدش يسأل عليه. أما بقى لو كان يقصد أن ربنا في كل مكان بذاته، فتعالى أقول لك إن دي كارثة من الكوارث. وده لأن الكلمة دي مخالفة صريحة للقرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين. الإمام مالك رحمه الله لما اتسأل السؤال ده قال: إن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. والحقيقة إن ده مش كلام الإمام مالك لوحده، الكلام ده عليه إجماع من الصحابة والتابعين. طيب الكلام ده معنى إيه؟ إن الله في السماء يعني إن الله في السماء بذاته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. هو استوى على عرشه، ولكن احنا ما نعرفش هو استوى ازاي، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت ما تعرفش الكيفية اللي عليها الله عز وجل عشان تعرف كيفية الاستواء. هو الاستواء يعني العلو والارتفاع، ولكن الكيفية اللي استوى الله عز وجل بيها على العرش احنا ما نعرفهاش. بائن من خلقه يعني منفصل عن مخلوقاته، مفيش حاجة من مخلوقاته بتحيط بيه. طيب هل الكلام ده عليه دليل؟ طبعا. ربنا عز وجل بيقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وربنا عز وجل بيقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله عز وجل بيقول: بل رفعه الله إليه. وقال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وغيرها من الآيات الكتير جدا اللي بتثبت علو الله عز وجل وإنه في السماء بذاته، مش في كل مكان زي ما كتير من الناس بتقول. وأما في السنة ففي الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وفي سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
وفي صحيح الإمام مسلم، والحديث ده بصراحة حديث رائع جدا، من حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه، إنه كان عايز يعتق جارية فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الجارية، قال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الكلام ده طبعا هيودينا لشبهة أثرها أحد الدعاة وهو بيتكلم في المسألة دي. قال إن إحنا لو قلنا إن الله في السماء، ده هيستلزم إن السماء تبقى محيطة بيه، يعني كأن ربنا جوه السماء والسماء محيطة بيه. وطبعا أنا مش عايز أقول إن ده جهل، ولكن مش أحاطة باللغة العربية اللي بتأتي فيها كلمة في أحيانا بمعنى على، ويكون الإشارة للاتجاه مش للمكان، زي قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. طبعا ما حدش فاهم إنه يحفر جوه الأرض ويمشي جواها عشان ربنا قال قل سيروا في الأرض، أكيد أنت أذكى من كده. ولكن الكل فهم إن قل سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض. ده بالظبط معنى الآية، إن الله عز وجل في السماء يعني على السماء مش جواها ولا السماء محيطة بيه. واحد هيقول ما هو برضه فوق السماء يعني في مكان، وده غلط وما ينفعش نقول إن ربنا في مكان وما اعرفش إيه. يا سيدي هو أنت تعرف إيه اللي فوق السماء السابعة؟ امال انت بتسرح على اي اساس؟ يعني انت بتتخيل حاجه انت اصلا مش عارفها وبتبني عليها حكم. وبعدين هو المكان ده مش خلق من مخلوقات الله؟ والعلماء قالوا انه بائن عن خلقه، يعني منفصل عن مخلوقاته. يبقى اكيد فوق السماء السابعه مفيش مكان اصلا. بص، هو الموضوع معقد شويه، لانك انت بتحاول تشغل عقلك المحدود في التفكير في اللامحدود، وده في النهايه هيؤدي بيك لحاجه من اتنين: إما إنك هتتفلسف وتفسر الآيات والأحاديث على مزاجك، وساعتها هتبقى بتخالف القرآن والسنة والصحابة والتابعين والعلماء الراسخين على مر الزمان، ودي لوحدها كارثة. وإما إنك هتقع في الإلحاد، ودي هتبقى كارثة أكبر. فالحل إنك تسمع كلام ربنا زي ما ربنا قاله، هي مش معضلة يعني، هو قال في السماء، هو أدرى. ما تجيش انت بقى وتتفلسف وتعمل لي فيها محدث الزمان، وأنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. اهدى على نفسك شوية. واحد هيقول بس أنا سمعت أحد الشيوخ بيستدل على إن الله في كل مكان بقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال لك أهو، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني موجود في كل مكان. معلش أصلا ما خدش باله إن الظرف في الآية دي للألوهية مش للذات. زي مثلا ما بنقول إن فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، فهل ده معناه إنه موجود في المدينتين مع بعض؟ لا طبعا، مفيش حد عاقل أصلا ممكن يفهم كده. ده معناه إنه موجود في مكة أو موجود في المدينة، ولكن إمارته بتشمل البلدين. بالظبط ده معنى الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي كما أنه إله في السماء فهو إله في الأرض، يعني ألوهيته بتشمل السماء والأرض، ولكن بذاته في السماء. النهاية عايز أقول لكم إن مش كل كلام بيتقال عن ربنا حتى لو كان شكله حلو ظاهريا وداخل دماغنا ينفع نردده أو نصدقه. يمكن نختلف ويمكن نسمع آراء ناس كتير، لكن في الآخر الدين لا بالإحساس ولا بالترند. الدين يعني قرآن وسنة وفهم ناس سبقونا أفنوا حياتهم في طلب العلم. ودي كانت قعدتنا النهاردة، كفاية عليكم كده. أشوفكم في قعدة تانية بقى إن شاء الله. سلام. انت حبيبي اقفل الفيديو، الفيديو خلص خلاص.